ايه الحالات التأهب اللي جهازي العصبي بيدخل فيها؟ الجهاز العصبي بيدخل في اكتر من حالة استنفار تحت الضغط، ومش كل الناس نفس ردود الفعل، ومش كل الاوقات انت بتاخد نفس رد الفعل او جسمك بياخد نفس رد الفعل. في حالات استنفار الجسم بيبقى الجهاز العصبي بيبقى حاسس بخطر رهيب رهيب، فيبدأ هذا الاستنفار ان هو اون فاير على الجبهة يبدأ يظهر في صورة آلام جسدية عنيفة ووجع شديد جدا في جسمي. جسمي كله بينتفض، ضربات قلبي سريعة جدا، نفسي سريع قوي. الكورتيزول لما بيعلى بشكل عنيف قدام ضغط أنا مش عارف أتعامل معاه، في اللحظة دي جسمي بيدي إشارة الإنذار وبيدخلني في حالة اللي هو أنت على الجبهة يلا هجوم بكل ما أوتيت من قوة، بس هو في اللحظة دي بيهاجمك أنت في المقام الأول. يعني أنا جسمي كله بيبقى مستنفر، وده اللي بيظهر كتير قوي في حالات البانيك أتاك أو اللي هي نوبات الهلع، انه احنا ضربات قلبنا سريعه ومش قادرين نتنفس وجسمنا بيترعش واعصابنا مشدوده ومنهارين والم في جسمي مش عارف اتحرك ومش عارف اتفاعل معاه، وتلاقي حركتك سريعه قوي وبتجري كانه انت في لحظه موت. ده احيانا بيترجم في نوبات الهلع انه انا بموت. ناس بتفتكر انها عندها صدمه قلبيه، حاجه مشكله، خلاص هو بيودع. بدرجاتها بقى، يعني نوبات القلق بدرجاتها لحد ما نوصل لدرجات البانيك اتاك. فدي بتبقى حاجه اسمها هايبر اراوزل، انه انا جسمي يستنفر والألم جاي في جسمي، أنا لا عارف أفكر ولا عارف أخد أي إجراء ولا عارف أهدي جسمي. على الصعيد الآخر في شكل تاني لحالة الاستنفار دي، واللي احنا بنسميها الهايبو اراوزل، هي حالة انسحاب وانفصال تام. أنا مش حاسس بجسمي تماما تماما، مش حاسس بأي حاجة، وعقلي أفكار ودوامة لا تنتهي. لا تنتهي بمعنى كلمة لا تنتهي، دوامة زو 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 زو، أفكار أفكار وأوفر بيسيطر عليا. حاسس بإيه؟ أنا مش عارف أحس بأي حاجة، لكن أنا دماغي هتنفجر ومش عارف أوقف تفكير، ومش عارف أتعامل مع ده، ومش قادر ابقى سيتلد، مش قادر ابقى حاضر في اللي بيحصل. وهنا زي ما انا قلت بيبقى حاصل انفصال تام عن الجسم. في الحالتين هرمونات الضغط العصبي بتاعك بتبقى في اعلى درجاتها، والجسم هنا بيبقى مستشعر الخطر بشده يعني بشده جامده جدا. فجهازك العصبي هو اللي بياخد الرياكت بتاع الحمايه، هو مش مميز انت في خطر حقيقي ولا مش في خطر حقيقي. في اللحظه دي اي كلام واي تحليل واي منطقه للي بيحصل كلام فارغ. انت محتاج تتعامل مع جسمك في اللحظه دي. انا مش عايزه اتعامل مع الافكار واقعد احللها، لانه هي الافكار هي جزء